النهارده مساهمة من اخوك ابو ياسين في معرضك الايطالية. تعالى لو قررت تشتري غسالة هقول لحضرتك او حضرتك شوف الفيديو الدقيقتين عشان تعرف تجيب اوتوماتيك ولا فوق اوتوماتيك من عند اي مكان في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على خير وسيد واشرف الخلق اجمعين تسليما كثيرا الى يوم الدين. يلا عشان الباقة ناخد الاجزاء الاساسية. دي غسالة على سبيل المثال فريش 8 كيلو اوتوماتيك، ودي بنفس السعة 8 كيلو فوق اوتوماتيك. الشكل العام للجهاز دي فتحة امامية زي ما حضراتكم شايفين، ودي فتحة علوية. نفتح بس الباب كده عشان نفتح الباب التاني. دي لو تحت الرخامة على الاطلاق مش هتنفع، لازم نستخدم غسالة اوتوماتيك كامل، لان هنا فتحة الباب لازم يتفتح، فطبعا الرخامة هتبقى عائق، فبالنسبة لنا هيكون لازم غسالة فوق اوتوماتيك. يعني اللي بيحكمنا في بداية الاساس وضعية الغسالة والمكان فين، ده اول موضوع. تاني حاجة التصميم في الغسالة. الغسالة الاتنين بنفس الحجم، الشكل والتصميم الاميز طول الوقت الغسالة الاوتوماتيك. الغسالة الاوتوماتيك قوة وشكل خارجي امتن من الغسالة الفوق اوتوماتيك بشكل عام. ونرجع لنقطة تانية من فكرة النظافة. كتير قوي بيسألوني حتى لو استخدموا مسحوق مع الغسالة الفوق اوتوماتيك مش بتنظف كويس. نظرية عمل الغسالة الاوتوماتيك والدوران اللي بتلفه بالوضعية دي وسرعة دوران الحلة في الغسالة الاوتوماتيك افضل من نظرية عمل في الغسالة الفوق اوتوماتيك، وهي الحركة الدائرية بالشكل ده هنا. فكده النظافة، او لو عايز رأيي الشخصي انا عن نفسي مش فكرة معرض، لا استخدام في البيت استخدمنا الاتنين. ممكن هنا لو غسالة فوق اوتوماتيك يقول لك المسحوق رديء، لا ملهاش علاقة. البقع الصعبة يعني لو حد شغال شغل شقة وكلام من ده ويعني وبقع وكلام من هذا القبيل، لا يبقى الغسالة الاوتوماتيك افضل. الغسالة الفوق اوتوماتيك بيلعبوا دايما في فكرة ان الاميز فيها فكرة الحجم. يعني الاوتوماتيك معانا ال 20 و 22 كيلو، ده ما بيتوفرش في الاوتوماتيك الكامل. الاوتوماتيك الكامل اقصى حاجة 10 كيلو، دي مش هتلاقيها متوفرة. الدارج في الغسالة الاوتوماتيك او الفرونت بيبقى ما بين 7 8 اقصى حاجة 10. جزئية الفئة السعرية، السعر طبعا بيروح للارخص. يعني هنا على سبيل المثال دي غسالة فوق اوتوماتيك 8 كيلو تحميل علوي، دي سعرها في العادي خالص النهارده بتاريخ النهارده 8600 جنيه. دي غسالة اوتوماتيك كامل سعرها النهارده 23200. فطبعا القيمة دي رايحة في فكرة التشغيل والاداء والموتور والامكانيات بتاعة الغسالة الاوتوماتيك. الصيانة الاوتوماتيك الامامية مكلفة اكتر طبعا من الضعف بالنسبة للغسالة الفوق اوتوماتيك. بس برضو ناخد نقطة في صالح الاوتوماتيك، ان الغسالة الاوتوماتيك العمر الافتراضي ما قبل الصيانة بيبقى اطول من الفوق اوتوماتيك. يعني مش هنقول دي اعطالها كتير اي شركة كانت، لا، بس العمر الافتراضي عشان نخش في فكرة دورة صيانة او اصلاح، لا الاوتوماتيك بتعيش اكتر، يعني بتاخد فترة اطول، بس سعر قطع الغيار فيها طبعا بيكون اعلى بنسبة كبيرة. في جزئية الهيتر هنا جزئية التسخين متوفرة طول الوقت في الغسالة الاوتوماتيك الكامل، لكن هنا بدون هيتر، يا مدخل واحد يا مدخلين. يعني الغسالة دي مثلا عشان 8 كيلو مدخل واحد، لو بنبدأ من 9 كيلو بيبقى 2 مدخل مية، بتاخد من سخان بتاع البيت اللي موجود في الشقة، بيبقى في وصلة سخن بتاخد من وصلة السخن، لكن دي مش محتاجة اي وصلة. استخدام المية لو احنا بقى بنتكلم في تكلفة، استخدام المية دي تستخدم مية اقل من دي. يعني الاوتوماتيك استخدامها للمية لو في عداد المية او حسابات بالنسبة للجزء المادي بالنسبة للمية، لا الاوتوماتيك الكامل استهلاكها او سحبها للمية اقل من فوق الاوتوماتيك. دورة الغسيل هنا في الفوق اوتوماتيك بيبقى فيه دورات 10 دقايق. دلوقتي اغلب الشركات عاملة مثلا بالنسبة للشركات الاوتوماتيك الكامل بتبقى مثلا في دورات 20 او 30 دقيقة. الاول كان ساعة ونص ساعتين، لا الفترة دي
مع التطور اللي حصل بالنسبه للغساله الاوتوماتيك، بقى في دوره نص ساعه ودوره اقل من نص ساعه كمان. نظريه المسحوق، طول الوقت احنا بنتكلم هنا على مصر. المسحوق في مصر طول الوقت بيقول لك انا بجيب الفوق اوتوماتيك عشان بتستخدم اي مسحوق، بس بلا استثناء جميع عروض الشركات في مصر بتنزل على ده، على المسحوق الغساله الاوتوماتيك، اريال بيرسيل الكلام ده، بعيدا عن المقاطعات بقى والكلام ده، انا بكلمك في نظريه تانية اشتري كما شئت. الشركات بتقول لك مثلا 4 كيلو معاهم 2 هديه، 3 كيلو معاهم كيلو. لا، هنا دي عشان سحبها عالي والمستهلك فيها في مصر كتير، ما بتعملش اي عروض عليها. دي كانت وجهة نظرنا النهاردة، مقارنة بسيطة بين حيث السعر والشكل والإمكانيات والكفاءة بين الغسالة الأوتوماتيك والفوق أوتوماتيك. تابع مع أبو ياسين في معرض الإيطالية كل ما هو جديد في مجال الأجهزة. ليك أي استفسار، إحنا إخواتك وموجودين، ودمتم سالمين.